انت عارف ان في شركات بتقعد سنين من غير ما تحقق ارباح ومع ذلك قيمتها بتوصل لمليارات؟ ازاي شركة ما بتكسبش فلوس وتبقى قيمتها ضخمة كده؟ يا باشا حوار غسيل الاموال ده موجود في العالم كله. لا ده مش غسيل اموال. السبب في حاجة اسمها النتورك افكت. يعني ايه نتورك افكت؟ ببساطة كل ما عدد المستخدمين يزيد المنصة قيمتها بتزيد. يجيب 2 تحته وكل 2 يجيبوا 2 والاتنين يجيبوا 4 والاربعه يجيبوا 8. خلينا نبسطها، لو عملت تطبيق للتواصل الاجتماعي وانت المستخدم الوحيد فيه عمره ما هيبقى ليه قيمة، لكن لو ملايين الناس موجودين عليه فجأة التطبيق ده هيبقى مهم جدا لان قيمة المنصة جاية من الناس اللي فيها. خلينا نجيب امثلة واضحة. فيسبوك قيمته في عدد المستخدمين، اوبر قيمته في عدد السواقين والركاب، اير بي ام بي قيمته في عدد البيوت والمسافرين. قيمة المستخدم الجديد بتزود من قيمة المنصة بالنسبة للمستخدمين التانيين. عشان كده شركات كتير ومنصات كتير في البداية ما بتركزش على الربح، بتركز على حاجة أهم بكتير، النمو وعدد المستخدمين، لأن لما الشبكة تكبر كفاية الربح هيبقى أسهل بكتير. عشان كده بنقول دايما الشركات التقليدية بتبني منتجات، بس الشركة الرقمية بتبني شبكات، والشبكة كل ما تكبر قيمتها بتبقى ضخمة جدا.